السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله احنا النهارده هنتكلم عن توبيك من اهم الحاجات اللي الناس بتتلخبط فيها مع انها سهله جدا. ايه هو الفرق ما بين اليونيفرسال سيلكتور والاتش تي ام ال سيلكتور والبادي سيلكتور؟ اليونيفرسال سيلكتور اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت وقلنا ان انا بريست بيه البيج كلها. ده باختصار. ما ينفعش مثلا اروح باليونيفرسال سيلكتور ادي كولر، ما ينفعش احط باك جراوند كولر، ما ينفعش احط فونت سايز اللي هو اتحكم في مقاس الخط. طب ليه؟ ما هو اليونيفرسال سيلكتور مش انتي قلتي بسلكت كل حاجه في الصفحه بالظبط، بس هو ده مش مهمته. اليونيفرسال سيلكتور مهمته ان انا بريست الحاجات الديفولت ستايل. تعالوا كده انا هوريكم مشكله مهمه جدا لو حصلت. ادي دلوقتي احنا هنجرب مع بعض عشان برضو نبقى فاهمين الكلام اللي احنا هنقوله. احنا قلنا دلوقتي اليونيفرسال سيلكتور مش مهمتها ان احنا نروح نحط باك جراوند كلر، ما نحطش ستايلات اللي هي تاثر على البيج بتاعتي كلها. ليه؟ لان ده هيعمل لي مشاكل. فاليونيفرسال سيلكتور مهمتها في 3 حاجات هنستخدمهم مع بعض. اول حاجه المارجن، البادنج، البوكس سايز. طبعا احنا مش هنتكلم عنهم بالتفصيل، بس احنا بنتكلم ان هو كده اليونيفرسال سيلكتور دي مهمتها بس، مش اكتر ولا اقل. المشكله الثانيه اللي هي ايه؟ انت مش عندك دي تاج اسمها HTML؟ يعني انا ممكن اناديها دلوقتي في الستايلنج واقول لل HTML خدي كذا 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 واديها ستايلات، وعندك البادي ده برضو مش ده تاجه انا ينفع اناديها واديها ستايلات. هنا بقى بيحصل اختلاف، الناس تروح لل HTML تناديه وتبدا تديله ستايلات. خد الكالر الفلاني، خد السايز الفلاني، وخد مثلا خلي الاليمنتس كلها تيجي جنب بعض، وده مش صح. ليه؟ ال HTML هو الجذر، هو اللي شايل اصلا البادي. ال HTML اي ستايل انا هحطه فيه يبقى على سلوك الصفحه، يدل على سلوك الصفحه، مش هحط فيه ستايلات تغير لي في ديزاين الصفحه. يعني ال HTML لما باجي اعمل سكرول وانا بقلب في البيج عايزه اخليه سموث كده ما ينطش من الراجل وهو بيقلب، يبقى هروح احط في ال HTML. ليه؟ لان انت دلوقتي بتكنترول السلوك نفسه بتاع الصفحه او بتاع التابه دي هتبقى شغاله ازاي. يبقى احنا هنا نحطه في ال HTML. والله حصل اوفر فلو، الاوفر فلو ده بيطلع بره الصفحه، يبقى اروح احطه في ال HTML. ليه؟ لان ده سلوك للصفحه، ما ينفعش الحاجه تطلع بره. الاوفر فلو ده يعني الحاجه تبقى حجمها اكبر من الصفحه فبيطلع بره، لا هروح اقول لل HTML. يبقى ال HTML مهمتها سلوك، اروح احط اي ستايل سلوك. برضو هقول لك كمان حاجه، لو احنا مثلا عايزين نمشي الصفحه كلها على ستاندرد واحد بس في الخط، فبروح اديه لل HTML. يبقى احنا كده اليونيفرسال سيلكتور للريست الستايل، ال HTML للسلوك بتاع الصفحه. البادي حط بقى فيه الستايلات الجنرال اللي انت عايزها تتطبق على الصفحه بتاعتك. والبادي ده اللي هو المحتوى اللي احنا بنشوفه، المحتوى المرئي اللي انا وانت شايفينه ده اسمه المحتوى المرئي. هو البادي متحكم في اي ستايل انت هتحطه فيه. تعالى كده ندي مثال صغير خالص، يعني ان انا هروح احط مارجن بصفر، المارجن اتشال. ليه؟ لان انا كده عملت ريست للستايلز اللي هو موجود. دلوقتي انا عايزه اروح اوريك الفرق ما بين لما اروح اقول لل HTML خدي باك جراوند كلر واروح اقول للبادي خدي باك جراوند. هتلاقي ان ال HTML واخد ايه والبادي واخد ايه. ال HTML هي الصفحه او التابه كلها، اللي هو لو انا رحت دلوقتي قلت باك جراوند كلر اللون ده، الصفحه كلها واخده بما فيهم البادي. لو انا بقى البادي ده اللي هو ايه، لسه قايله لك المحتوى، البادي ده بيبقى شايل بس الجزء اللي انا كاتباه. فانا لو جيت قلت باك جراوند كلر تاني ريد، حدد بس الجزء اللي هو خاص بالبادي. تعالى برضو هقول لك مثال صغير خالص عشان اقول لك ان ما ينفعش كل حاجه ليها استخدامها، ما ينفعش ابدل لان هيحصل مشاكل قدام. انا ممكن دلوقتي مش قادره اقولها لك عشان احنا لسه ما خدناش ستايلات كتير، بس انا هديك مثال تاني صغير. مثلا الايرف بتبقى لينك صح، وهي اوتوماتيك. خلينا نشيل الالوان المزعجه دي. هي اوتوماتيك بتبقى ايه؟ بتاخد اللون الازرق وبتحط تحتها خط كده علشان تبان ان ده لينك صح. يعني انا هكتب هنا كلمه جوجل، هنلاقيها دلوقتي اوتوماتيك بتاخد ستايلز معينه تبين ان ده لينك. انا بقى لو رحت وقلت في يونيفرسال سيلكتور خد كولر بلاك، مش هو كده هيروح يأثر على كل حاجه؟ فبص كده هو راح أثر على ايه؟ أثر لي كمان على اللينك، يعني ده مش صح. انا لو رحت اديت الكولر البلاك ده في البادي، تعالى كده نقول هنا خدي كولر بلاك ونشيله من اليونيفرسال، استل ايه اللي حصل؟ الايرف واخده اللون الازرق عادي جدا او اللون اللينك، مع انك حاطط في البادي ان خد الكلر. لا بس هو فاهم ان في حاجات تبع البراوزر لازم تبقى ظاهره بطريقه معينه فما بيلعبش فيه، فعشان كده هو مخلي اللينك لسه زي ما هو لونه ايه ازرق عادي. هديك مثال كمان عشان ناكد ان كل حاجه ليها شغلها. اليونيفرسال تاني للريست
ال HTML للسلوك بتاع الصفحه، البادي للستايلات الجنرال عادي جدا. طيب لو انا جيت دلوقتي قلت برضو في اليونيفرسال احنا عندنا مثلا انبوت، والانبوت ده التايب بتاعه تكست، حلو. وهنا قلنا في اليونيفرسال رحت اخترت كل حاجه في الصفحه، ما هو اليونيفرسال ده بيختار كل حاجه في الصفحه، وقلت له ان الفونت سايز ب 10 بكسل. بص كده ايه اللي هيحصل، كل حاجه حجمها صغرت، حتى الانبوت اللي انت هتيجي تكتب. يعني بص كده الانبوت واخد الفونت سايز اللي هو ال 10 بكسل، مع ان احنا ملناش نغير في الفونت سايز بتاع الانبوت ده، لان هو اصلا بيتحط اوتوماتيك من البراوزر بما يليق بالبراوزر اللي انا فاتح فيه، فده حاجه بتتحط اوتوماتيك. انا ممكن العب فيها قدام، بس احنا بنتكلم ان هو محطوط دلوقتي. انا ايه اللي هيتضارب معايا لو انا رحت حطيت دلوقتي في اليونيفرسال سيلكت؟ خد بالك لو انا رحت حطيت الفونت سايز ده في البادي، بص كده المشكله دي مش هتقابلنا. ايه اللي هيحصل؟ فعلا هو راح حط اللينك ب 10 بكسل وحط الاتش 1 بال 10 بكسل، بس ده ما بقاش ب 10 بكسل، حجمه كبير عن الاول. يبقى من الاخر كده نجمع كل حاجه، اليونيفرسال للريست، ال HTML ده سلوك او كنترول، والبادي للجنرال ستايلز. بس كده يا رب تكون واضحه، واشوفكم السيشن الجاي. باي باي.